السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني انا آية فودة من قناتي كل يوم وصفة، وان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. وان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة رغوة الكابتشينو بثلاث مكونات بس. هنعمل مع بعض رغوة الكابتشينو. معانا كوباية سكر، ومعانا هنا كوباية قهوة سريعة الذوبان او النسكافيه الحبيبية، وده النوع اللي استخدمناه. ومعانا نص كوباية مية. بسم الله. هنحط هنا القهوة سريعة الذوبان، بسم الله، وزيها كوباية سكر. كل حاجة نعيرها بمج واحد. ومعانا كوباية نص كوباية مية، ومعانا نص كوباية مية. نقلبهم الأول كده قبل ما نشغل المضرب. بسم الله. هنفضل نضرب طول كده، هنلاقي لونها يتغير زي ما انتوا شايفين. معانا لونها بدأ يفتح، فبنفضل نضرب فيها كده من 10 دقايق لربع ساعة. بسم الله. شايفين ما شاء الله لونها بيفتحها اكتر، بس لسه احنا مكملين في الضرب كده. بعد ما خلصنا ضرب زي ما احنا شايفين ما شاء الله القوام عامل ازاي معانا. هنجيب علبة بلاستيك لها غطا ونعبيها فيها. بسم الله. شايفين ما شاء الله الكمية اللي طلعت معانا، ولسه معانا هنا. هنعمل بقى كوبايتين دلوقتي مع بعض. وكده بعد ما عبينا ديت نغطي. بسم الله. نعينها في التلاجة من اسبوع ل10 ايام، وفي الفريزر تقعد معاكي من شهرين ل3 عادي. هنحط معانا في كل كوبايه هنحط معلقه من رغوه الكابتشينو. وكده حطينا في كل كوبايه معلقه من رغوه الكابتشينو. بسم الله. وهننزل عليها باللبن السخن. بسم الله. وهنقلبها كده زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين ما شاء الله عملت معانا قد ايه رغوه. احسن كوبايه كابتشينو هتشربها ان شاء الله وانت اللي عاملاها في البيت برغوه الكافيهات. شايفين هنا ما شاء الله بعد ما حطينا اللبن، شايفين الرغوه قد ايه ما شاء الله. ودوت بتحليه على حسب السكر. استكفيت بالسكر اللي انا حاطاه في الاول. وصفه النهارده عجبتكم اعملوا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.